تحياتي للمشاهدين في الاعلام، تحياتي للعربي. وطبعا بعد انتهاء العرض الجميل اللي اتفرجنا عليه من الحاجات دي عامله كتبوا صاحبنا محمد بن سعيد طبعا هيكلمنا عن العرض، الحاجات دي مبوظه عن المسرحيه الجميله اللي استمتعنا بيها وكل الناس استمتعت بيها. محمد عرض رائع وكلنا كنا قاعدين حتى المسرحيه كلنا استمتعنا بيها طبعا. بيكون النهارده جميله في ليله من ليالي رمضان، من اول ليله من ليالي رمضان طبعا دي اول ليله في ليالي رمضان طبعا الجميله اللي احنا بنستمتع بيها. النهارده اليوم الجميل ده عن العرض اللي اتفرجنا عليه مهما حصل مهما كان قلنا لا احنا شعب واحد، شعب مش مكافئ الوطن، كل واحد فينا صاحب وطن. الفكره بتكون على انه في بالطبيعه كنا بنتكلم بواقعيه في جانب متجدد اذا كان مسلم او اذا كان مسيحي. في نماذج احنا بنذكرها في اي نقول ان احنا بلد واحد وطن واحد، معنى فيه العادات والتقاليد لازم نقتنع بيها. هو الرسالة هو الجميل احنا بنقول طبعا ممكن بالنسبه لنا يعني او بالنسبه للمشاهد ان ممكن مثلا الموضوع ممكن تتشاف بحاجات مختلفه بكتير يعني بالنسبه ممكن تعمل مصلحات، لكن هي الفكره في ايه؟ الفكره ان انتوا قدمتوا العرض بشكل مختلف يعني هو يعني وده اللي خلانا قعدنا استمتعنا يعني استمتعنا. العرض كان كل واحد عارف دوره بيعمل ايه وحضرتك موزعين الادوار كويس وكل واحد ادى، عشان كده كان الجمهور متفاعل والجمهور كان بيحيي كل كمان بيطلع عشان يأدي دوره زي ما اتطلب بالظبط من حضرتك كتبته وزي ما المخرج كان العرض ممتع واستمتعنا. احنا يعني بنسعد دايما بكلام تجربه الجمهور. احنا بقالنا فتره تعبانين في مصر، اذا كان المصريين ولا الضباط ولا القايم اللي نقدر ناخذ وقت اولادنا دراستنا بنحاول نعمل حاجه احنا مقتنعين بها. كل فريق عمل رؤيه وعمل حاجه يعني هو مقتنع بها الى حد كبير. من حاجات كثيره يعني نعمل مثل حضرتك تعبنا في العمل بس فيه لا يستحيل. يعني بالضبط خدت معاكم هو عشان احنا نحاول ناخد فتره ممكن في الجمهور عشان نجوز العمل. احنا عملنا انتم ان شاء الله كاتبنا الكبير والشاعر الكبير محمد بن سعيد العرض القادم المنتظم من الشاعر الكبير الكبير. لا يعني اكيد بنستمتع في حاجه برضه احنا عارفين في جاي علشان كده يعني ما شاء الله النهارده الصلاه مليانه على السياسه النهارده ده لا ربنا خلاص مثلا عايزين حد يخش ما كانش فيه مكان حد برضه هيناقش قضيه مهمه المصري بشكل عام سيدي محمد ويطلق على العرض الجميل دوت ان شاء الله متفقين منا اجمل واجمل واجمل كل سنه طيب ورمضان كريم وكل المشاهدين بقى بمناسبه شهر رمضان.